قبل اي حاجه لجمهور الاهلي بكسب بالتحكيم. انا زملكاوي مبسوط يا عم. اقول لك حاجه، كسبت الاسماعيلي والماتشات اللي فاتت دي كلها بالتحكيم، مالكش فيه. انت كاهلاوي ما تكلمنيش. روح راجع ماتش بيراميدز، روح راجع ماتشات كتير قوي في الدوري او تاريخك، وبعد كده لما تيجي تقول ده فعلا انا كسبت بالتحكيم ابقى انا ابقى صادق معاك يا عم مره. وبعدين تعالى بقى، مش ضربه جزاء، الواد واقع على الارض، ايه اللي ضربه جزاء؟ لا كره دونج مش ضربه جزاء، عايز تعتبرها ضربه جزاء يلا الف مبروك. انا بكسب بالتحكيم، انا الدوله بتساعدني، اللي شايفه اعمله. الزمالك بيكسب الاسماعيلي 2-0 باداء مزري. انا فرحان والحمد لله اهو يعني مقربين شويه، فرق 4 نقط مع بيراميدز و3 مع الاهلي، وعندك ماتش مع الاهلي يمكن تتعادل. بس اداء مقرف، مفيش هويه في اللعب يا جماعه. بصوا على الجون الاول، فردي من محمد سيد، العرضيه التحفه. اداء الزمالك يا جدعان فردي مش جماعي، وما تقوليش كواليتي لعيبه يا جدعان والله مش هزعق. بص على بتروجيت، بيلعب كوره، بينقي الكوره وحش، بس بينقي الكوره على الاهلي. انت مش عارف تنقي الكوره على الاسماعيلي. ما ده يخليني اثير الشك في دونجا مين؟ في جروس. انا بدعم جروس، بس غريبه. جروس ابتدى الماتش بمين؟ عواد في الجون، احمد حسام هجيله ممتاز، فتوح، حسام عبد المجيد، محمد شحاته، دونجا، محمد السيد، جهاد ممتاز. اطلع قدام كابتن مصطفى شلبي، الحمد لله اللي جبنا واحد بداله، الجزيري، زيزو نبتدي بزيزو. بدايه الماتش زيزو يا جدعان في اول دقيقه ونص ايه؟ كورتين غلط في اول ربع ساعه، 4 كور انا ركزت معاه النهارده، مقرف. زيزو مقرف. ابتدى يخش الماتش على الدقيقه 32. كابتن زيزو انت بادائك في اخر 10 ماتشات دول خدها مني سكه ودغري، احنا اخوات. 2 مليون جنيه في الاربع مواسم، وندي للحاج عضويه شرفيه في النادي وصوره مع الكابتن حسين السيد، والسنه اللي بعديها حسين لبيب، ودمتم سالمين. اسمع مني، لا فيحاء هياخدك ولا النصر هياخدك ولا احد ولا الكلام ده كله. مفيش يا ريس، انت شطبت. اسمع مني واعتزل في النادي ونعملك مقام كده، بلاش شيكابالا، انت ما تجيبش شيكابالا، مقام الكابتن دونجا مثلا. لم الدنيا يا زيزو، والله لم الدنيا. مش هتنفع، انت لعيب سيء يعني. امضي على والله انا منك امضي على بياض، وهيدوني 25 مليون جنيه بركه، واجيب بقى شنط رمضان واوزع، والدنيا حلوه وداخلين على رمضان ونفرح كلنا. الاهلي مش هياخدك، والاهلي لو واخدك هيديك 15 مليون، وهتبقى خسرت جمهور الزمالك. طب على ايه يا ابني؟ انت ضايع. فكر بس في دماغك كده يا زيزو، وشوفها ربحانه ازاي. ربحانه ان اشتري الجمهور ب 25 مليون. شوف انا بقول 25 بشتري الجمهور، يا نهار اسود. ولا اخد 100 ومش هتاخد ال 100 وهتمشي، هتروح الفيحاء وتفشل وترجع على الاهلي هيرموك. اسمع مني واشتري الزمالك. الماتش بادي، زيزو مقرف، مفيش هويه للزمالك ولا في هويه للاسماعيلي، ده معروف. اللي بان مين بقى؟ بان ان فعلا عنده كره الواد محمود جهاد. حد هيقول لي عمل ميس باصات جديد كتيره، لعيب لسه كان بيلعب مع فاركو اتنقل للزمالك. كاداء ده كالماتش ده وكشوط اول 10 على 10 ممتاز يا جهاد، هو اللي بان في الشوط الاول. مين تاني حسينا بفرق؟ الواد محمد السيد. هو في اول ربع ساعه محمد السيد حس ان فعلا نوتنجهام بيتكلموا، عمال يشوط كتير، بس الواد عمل ماتش ممتاز. محمد السيد ممتاز، العرضيه الجون الاول منه. احمد حسام ممتاز، بس هجيلهم في التقييمات. خلينا نتكلم على طريقه لعب الزمالك مع جروس اللي هي مش موجوده اصلا. ايه موضوع ان مفيش يعني سيستم الدفاع بتاعك؟ انت بتلعب دفاع متوسط. انا ما اعرفش، اعرف هاي ولو، اعرف ضاغط وراجع، عربي وانجليزي. انت مالكش طريقه لعب، انت واقف في نص الملعب كده، ودفاعك واقف في نص الملعب، ما بتضغطش، وواقف وحش ومقرف. انت لو لعبت الاهلي كده لا مؤاخذه جراديشار هيزعلك، وسامو وبن شرقي، والدنيا بايظه يا ريس. لا لازم اشوف هويه لعب للزمالك. ما بقولش لازم نجيب 6 جوان، اشوف بس تنقيله كوره. هي الجمله الوحيده مصطفى شلبي بيضم في القلب، ومالوش فيها مصطفى شلبي بقى، مش هنضحك على بعض. الشوط الاول كابتن دونجا، بعيدا عن الجون انا بقوله فشيخ في الجون يا دونجا، يا دونجا الاداء ده يا دونجا. هو انا كل مره لازم اجيب لك الاهلي؟ يعني خلاص دونجا ماتشات الاهلي نمضي كده في عدد ماتشات الاهلي، هو بيعمل ماتشات الاهلي بس اللي حلو. ايه دونجا بعيدا عن الجون، عشان الناس اللي هتشتم يا جدعان. فعلا سيء وبساطه وحشه وما بيقطعش. فوق شويه يا دونجا، فوق شويه يا حبيبي. مش عارف. وارجو يا دونجا في ماتش الاهلي مالكش دعوه بامام، هو اللي بيستفزك مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه. ما بن شرقي ما بيستفزش حد. ركز في الماتش عشان يبقى ماتش رخم وعليك حمل كبير.
الشوط الاول الوحيد اللي بان جهاد محمد السيد واحمد حسام. احمد حسام يا جدعان لعيب بيفكرني بايمن اشرف. الناس هتقول لي ايمن اشرف، ايمن اشرف كان لعيب اللي هو 7/10، ما يخزوقكش وما يعملش حاجه هاي. هو الله اكبر عليه كويس، بينقل الكوره حلو، بيقطع حلو، الجامب بتاعه مش وحش مع انه قصير، لا ممتاز. جنب حسام عبد المجيد دفاع الزمالك كان نوعا ما وما يختبرش قدام الاسماعيلي، ماسكين حالنا. بس هاجي في الشوط الثاني، لا قبل الشوط الثاني، الشوط الاول الجون الاول جه ازاي؟ محمد السيد مجهود فردي رائع. مصطفى شلبي، انا ممكن اسال سؤال، انت بعد الجون رحت حطيت ايدك كده وعملت كده، ماشي؟ انا اللي اعرفه بيعملوا كده نصر لفلسطين، يعني دي نصر اليمين بتدعم اليهود ولا بتدعم يعني؟ حتى في الاحتفال بتالف، ده انت مش ممكن. ايه دي؟ ايه دي انا مش طايقك. حتى في الاحتفال اعمل كده، اعمل كده، ما تعملش، ما تدعمش حد، جيب جون وارجع. احنا جبنا صفقه اسمه احمد حاجه تونسي، لعيب عنده 21 سنه من الاتحاد المنستيري. اتمنى ده يلعب مكانه ماتش الاهلي. هتقول لي مش واخد على الدوري ومحمد هاني يا مصطفى شلبي، فكر انت فيها كزملكاوي. مصطفى شلبي اللي يلعب، عايزه يلعب يلعب يا حبيبي، مالكش يلعب، خليه يلعب، بس اتفرج على اللي هيعمله فينا مصطفى شلبي. الجزيري طبعا ما بانش، واتكلمنا عن زيزو. الشوط الثاني، هو انا كده الشوط الثاني انا مش فاهم. طب كوره لا، هويه لا، نجيب الثاني لا. نزل ناصر ماهر، ناصر ماهر تديله بالقلم ليه يا ناصر يا ماهر؟ انت لو ايه يا ناصر يا ماهر ده؟ الواد زقك زقه راح، ده قلم خدامين يا ناصر يا ماهر. ليه يا ناصر يا ماهر يا حبيبي؟ مش ممكن. ما تضربش حد يا حبيبي، ما علموكش ما تضربش ناس ما تعرفهاش. ليه زقك زقه؟ انت كده لا هتلعب فاركو ولا هتلعب بتروجيت، هترجع على الاهلي، مش هيلعبك ماتش الاهلي. انت مع جروس 3 تمرينات ما كملتش تمرينه، ولعب ربع ماتش في سيراميكا، وادي الربع الثاني واتطردت فيه. هيلعبك ازاي اساسي؟ مش هيلعبك اساسي، هيلعب يا التونسي، هيلعب مصطفى شلبي، ولما عبد الله السعيد يرجع. لا 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 ناصر ماهر، انت بتبين لجروس كده انك لعيب ما عندكش، اقول ايه، ما عندكش التزام، لعيب مش محترف. لا علامه استفهام مع ناصر ماهر على اللي عمله ده بصراحه. الشوط الثاني زي ما قلنا مفيش اي هويه، مش عايزين نجيب الثاني وحاجه تقرف. كنت بكلم صاحبي قال لي الاسماعيلي هيزنقك اخر 10 دقايق وهيجيب جون، وبالفعل كان هيجيب جون من ضربه جزاء غلط، ضربه جزاء مش صحيحه، والحمد لله انها ما اتحسبتش، بس كان هيجيب. وجاب كره في العارضه، كنا هنتعادل. كان الفرق بقى يبقى كام يا ريس؟ 6 نقط مع بيراميدز و5 مع الاهلي، والاهلي هيديك هوب فلتت مننا يا ريس، فلتت. لازم الزمالك يفوق. اداء سيء في الشوط الثاني، اقول ايه في الشوط الثاني؟ لغايه ما يجي دونجا واحده طخ، مع ان دونجا عمل ماتش زي الارض، واحد طخ خلصها. اتكلم اقول ايه؟ طيب ما هو الشوط الثاني ما فيهوش حاجه. هخش على التقييمات اللي هتنتقدوا وتزعلوا يا جدعان، اي حد يقول التقييم اللي هو عايزه عادي يا جماعه. عواد يعني اقول له ايه؟ 5/10، 6 هو ما شالش حاجه بس يلا. احمد حسام 8/10 ممتاز، اول ماتش وعامل ماتش فشيخ. حسام عبد المجيد 8/10. محمد شحاته مش مركزه فبره التقييم، بس هو عامل ماتش مقرف، بس هو مش مركزه طبيعي. احمد فتوح الناس هتنتقد 0، معلش بقى يا جماعه، بيلعب قدام مصطفى شلبي، عارف ان دي حاجه تظلم اي باك. 0 معلش، انا مش طايقه مش طايقه. انت شايف انه فشيخ يا عم، اديله 10/10. اطلع قدام نص الملعب دونجا 3/10 عشان الجون. قبل كده راجع، قبل ما تشتموا راجعوا دونجا، اداؤه طول الماتش مقرف، مش بساط وحاجه تقرف. خش قدام محمود جهاد 9/10 ولا 10 9/10 ممتاز 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 ممتاز. خش جنبه عندك مين؟ محمد السيد 8/10 ممتاز برضو، عمل اسيست. لعيب تحفه. نص ملعب الزمالك بجد في امان، بس حد مع دونجا عشان في مشكله في دونجا ده. اطلع قدام زيزو 0، جدد يا اما امشي، مش هقعد استروشن عليك كتير. مصطفى شلبي 2/10 او امشي، والواد التونسي هيلعب مكانك اللي جه له 21 سنه ده. سيف الدين الجزيري لا يختبر 5. وحسام اشرف لما نزل حسام اشرف انت في الدقيقه 94 على منطقه الجزاء بتحاول ترقص، اتقطعت منك وكانت هتيجي فينا جول، ما تتحمل المسؤوليه شويه. ايه الاستفزاز ده؟ 0 يا عم غور. ده ايه يا جدعان؟ بدافع عنه انه يلعب يعمل كده. بنتاج لما نزل 5/10 6/10. رساله لجروس بقى، مالك ومال بنتاج بجد والله العظيم. فتوح عامل لك ايه يا جروس عشان تلعبه؟ فتوح مقرف، معلش ازعلوا يا جمهور زي انا وجهه نظري اهو. فتوح مقرف. بنتاج ياخد، بنتاج حقه يلعب، بتنزله اخر 13 دقيقه. انتوا بتعاملوا معامله شيكابالا ليه؟ ايه الاستفزاز ده؟ انتوا ما بتدلوش فلوسه وما بتلعبوش، وجاي اعاره عشان يلعب، عشان كانش بيلعب سنه التاني،
ولما يجي ما يجددلكش، ولما يجي يروح سانت تيان ويروح على الاهلي يقول يا لعيب خاين بقى، وتنزله موسيقى ايه بعتني بكام يا عشري وتيك توكات الزملكاويه. ما انت اللي بتعامل لعيب وحش. يعني بنتاج ده انا ما اروحش الاهلي ليه؟ هيديني فلوسي كامله في ميعادها، هيلاعبني، هروح كاس عالم انديه. حسوا شويه. لو فعلا اداره الزمالك هي اللي قايله جروس بنتاج ما يلعبش عشان تضغط عليه، عشان يضغط على النادي عشان يمضي معانا، يبقى جروس ده مدرب هلهول، ودي اداره ما عندهاش دم، لانه مش هيمضي لك. هيروح على الاهلي، هيروح على اي نادي تاني. ده ما تفوتوش يا جدعان. هو للدرجه دي بنتاج وحش ان احنا ما نجربوش؟ ده لعيب فشيخ. ده عمل ماتش على بيراميدز والاهلي. انا تعبت والله العظيم. تهريج يا جروس. اداره الزمالك والصفقات. احنا يوم 7 وبكره اخر يوم في قفل باب القيد. يوم 7 ويوم 7 خلص، وبكره الساعه 12 هيقفل. انا تعبت. جبنا لعيب تونسي وجبنا اللعيب المغربي، 2 صفقات مش سوبر ستار، ما نعرفش، بس كاسم يعني بن شرقي لعيب سوبر ستار. بس الجزائري ده والله العظيم اتفرجت على فيديوهات. هات اللعيب الجزائري عادل بولبينا ده، وهات الواد التونسي احمد ده، الاثنين 21 سنه. لا الجزائري فارق قوي. الجزائري في حته بيقول لك طالبين 3 مليون و2.5 مليون دولار، معناش فلوس. طب انت مسكت الزمالك ليه طالما معكش فلوس؟ لا اداره الزمالك عايزه تجيب لعيبه جامده من غير فلوس. انسى انسى. هتقول لي طب انا اعمل ايه؟ الاهلي كان في 2019 ما كانش بياخد ولا بطوله افريقيه، وما كانش معاه دولارات، وكان بيجيب دولارات من ياسين منصور. اكيد في رجاله اعمال اغنياء زملكاويه. ايه يا جدعان احنا 100 مليون. ما تقوليش معيش فلوس. اتصرف اتصرف. ده مش ممكن يا جدعان، مش ممكن. الاثنين مش يعني المغربي او ده لسه ريسك، يا حلوين يا وحشين. انا قلت كتير وجماهير الزمالك قالت كتير. اداره الزمالك ما بتتقيش الا فينا. وماتش الاهلي انا بقول لك انا خايف من 3 بكل امانه. الاداء وحش، مفيش لعيب يصنع الفارق. هيبقى الفرق 6 نقط للاهلي وكام لبيراميدز. اللهم صل على النبي 7. مش فارقه بقى. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ كل التحيه لاحمد حسام، كل التحيه لجهاد. استمروا، يا ريت نكمل على الاداء ده. دمتم سالمين. كابتن مصطفى شلبي انا اتخنقت منك، اداره الزمالك اتخنقت منك، جروس فوق شويه. فتوح طبعا هتشتموني عشان بقول عليه وحش. انتوا حرين وانا حر. والكره اقول لك الكره ضربه جزاء وكسبنا بالتحكيم، مالكش دعوه. انت كاهلاوي مالكش دعوه، انا كسبان بالتحكيم. دمتم سالمين. سلام.